ما تنسوش تكتبولنا بتتابعونا منين. وبيبدأ مسلسلنا مع شبح واسمها بوني، وماشية محدش شايفها ولا حاسس بيها، وفجأة بنت واحدة بس اللي قدرت تشوفها، وبوني استغربت جدا، وتطلع ان بوني مش فاكرة اي حاجة عن نفسها ولا اسمها ولا ماتت ازاي ولا اي حاجة خالص، وناقص لها شهرين بس ولازم تنتقل للعالم الاخر. وعشان ده يحصل لازم تعمل علاقة مع اي واحد، لان هي ما عملتش كده قبل كده، والا هتفضل متعلقة وروحها هتتحول لشبح شرير. وبطلتنا جيو بتشتغل في مطعم ملخمة وحالتها حالة، وما بتعملش حاجة غير ان هي بتعتذر سواء غلطانة او لا. وجدتها بتكلمها وبنعرف ان هي كده بسبب ان هي بتقدر تشوف الاشباح، بس بتكذب على جدتها ان ما بقاش يطلع لها حاجة، وجدتها بتديها تعليمات عشان ما تشوفش الاشباح تاني. وواحدة من اللي بيشوفوا الطالع بتقدر ان هي تشوف الاشباح وبتصطادهم، وبتطارد بوني لحد ما تمسكها لان هي عاملة مشاكل. وبوني بتحكي لها ان هي متعلقة كده عشان ما عملتش علاقة مع حد، وعشان كده مش عارفة تنتقل للآخرة. بس العمة بتعرفها ان ده عشان يحصل لازم تلبس بنت، وان لو لبست بنت نفس حالتها او قدرها هتاخد حياتها وهتبقى خطيئة كبيرة عليها. وحضنت بوني بس عشان تلبسها عقد ومحدش غيرها هيقدر يشيله، وده عشان بوني ما تهربش منها تاني. وفي مطعم ريد في فود بلوجر ومعاها ابنها وعمال يجري، وبسببه جيو اتحرقت، وبطلنا متضايق عشان هي وابنها غلطانين وبتزعق لجيو. واخت ريد ما بتمشيش بسبب حادثة عربية، وريد بيطرد الفود بلوجر عشان اتريقت على اخته، وهي بتهدده ان هي عندها متابعين كتير بقى وكده. بس ريد بيلوم جيو عشان بتعتذر وهي غلطانة او مش غلطانة، وان المشكلة دي حصلت بسببها، عشان لو ما كانتش فضلت تعتذر وحاسة ان هي اللي حصل لها ظلم ما كانش عمل كده، وان هي تفكر لو فعلا عايزة تبقى شيف واذا كانت هتقدر اصلا ولا لا. وبيمشي وبيسيبها ويطلع ريد ايام المدرسة برضو كان في طلاب بيتنمروا عليه، عشان كده اتضايق على جيو. وجيو صاحب الاوضة اتخانق معاها وطردها بسبب الشموع والحاجات اللي هي معلقاها، وان هو شايف ان هي مخيفة. وجيو حزينة على حظها وبتتفرج على وصفاتها المدفونة اللي محدش يعرف عنها حاجة. وتاني يوم ريت اكتشف ان هي سابت استقالتها وخلعت من المكان، واللي شغالين معاه مش لاقيين مفتاح المستودع. وريت افتكر ان هو مع جيو، وبوني قدرت تهرب من العمة وجري ومطاردة لحد ما لبست جيو المسكينة. وجي واحد من اللي شغالين معاها خدها، ما هو فاكرها جيو، وهي ما صدقت عشان هربت من العمة. ولما وصلت المطعم طبعا كانت متغيرة ومش فاهمة مفتاح ايه ولا عايزين منها ايه، وريت عايز ياخده راح بوني ضرباه، والكل كان مذهول. وبيحصل خناق وهي مش فاهمة مالهم دول ولا هم فاهمين ايه اللي حصل لها. بتلاقي المفتاح وبتديه ريت، وبعدها بوني بتحاول تطلع من جسم جيو بس ما بتعرفش. وطبعا ده حصل عشان زي ما العرافة بو قالت لها ان هي لو نفس قدرها عمرها ما هتطلع منها، ومثلت ان هو اغمى عليها. ولما لقت ان كل اللي حواليها رجالة عجبها الموضوع عشان تحقق غرضها الدنيء. ونام اخت ريت بتتكلم معاه ان هو يدي جيو فرصة وما يحكمش عليها دلوقتي. وفعلا لما جيو جت ريت سألها لو حاسة ان هي اتسرعت وهيسحب لها استقالتها وترجع تكمل شغل، وهي طبعا لقيتها فرصة ووافقت. بس طبعا ما بتسكتش لأي حد بيضايقها، ما هي مش جيو بقى، او يقول لها كلمة، وبتستهبل وتحاول تقرب لواحد منهم. واللي بيشتغلوا هناك بيفتكروا ان جيو عندها انفصام وان هي كده ممكن تبقى عدوانية وتقتلهم، وبدأوا يخافوا منها لمجرد ان هي ماسكة سكينة. وبالليل طبعا بوني مش عارفة جيو ساكنة فين لحد ما جالها مكالمة من صاحب الأوضة عشان جيو المفروض تنقل، وراحت على هناك ومستغربة من اللي جيو حطاه. وطبعا بسبب الريفيو السيء عن مطعم ريت الزباين قلت جدا. وواحدة صاحبة ريت مخرجة وقررت ان هو يقدم فقرة في البرنامج بتاعها وان ده هيساعده، وهو طبعا وافق. ومامة ريت متضايقة ان هي بعيدة عن ولادها، بس ده بسبب ان هي خلفت ريت وهي 19 سنة وكانت دايما سايباه، وحتى نام خلفتها بعده على طول وادتها لعمتها هي اللي تربيها، وان حتى ما كانتش معاهم في اعياد ميلاد ولا في اي حاجة عشان كده بعاد عنها. وجي يوم البرنامج ورين مساعد ريت نسي حاجات وطلب من جيو تجيبها، وهي فعلا جابتها، بس رين معرفش يدخل تاني بعد ما خرج. وجيو بقت مساعدة ريت، وكان الطبق بتاعه هيبوظ بس هي ساعدته وعملت طبق كأنها محترفة. ولما ريت داقه استغرب من مهارتها، وجيو هتبقى بعد كده مساعدته في الحلقات الجاية، ما هو فاكرها جيو مش بوني، وده عصب رين. وريت سأل جيو اتعلمت الأكلة دي فين، بس جيو قالت لريت إن هي مشيت ورا إحساسها وحاولت تقرب منه بس هو بعد عنها. وبالليل جيو شافت واحد سكران ومرمي وقررت تساعده، وراحت بيه على أقرب اسم شرطة، وهناك شافت ضابط حست إن هو مألوف بالنسبة لها. والضابط بارين طلع عارف جوك وكلم باباه. أعزائي المشاهدين بارين يبقى جوز نام أخت ريت. وأول ما الأب جه بوني اللي لابسة جيو افتكرته وطلع إن ده باباها، وإن اللي لقيته أخوها، وكان عندهم مطعم. وبوني اللي كانت بتعمل الأكل، وكان المكان مشهور بنفس الأكلة اللي عملتها في البرنامج. يا عيني على صدمتها أخيرا افتكرت حاجة. وطبعا بوني راحت مع الأب وجوك على أساس إن هي جيو، وعمالة تفتكر ذكرياتها هناك. وهي راجعة بتبص على اسم الشرطة
التورتة وتفتكر ان هي كانت معجبة ببرين ومستغربة هي ليه ناسية كل ده، وتتصاحب على الاب ده وتفضل رايحة جاية على المطعم بتاعه وتجيب اللي ناقص كنوع من المساعدة. وريت يلاحظ ان حاجات كتيرة من عنده بتختفي في المطعم، من ضمنها حاجة غالية قوي، وجوك متضايق من الحاجة اللي جيو بتجيبها على اساس ان هما مش شحاتين. وريت موقف الاستاف بتاعه عشان عايز يعرف الحاجة فين، وجيو كانت هتتكلم لولا ان رين انسحب من لسانه وان كلهم يتحملوا المسؤولية عشان محدش يشيل من التاني. بس ريت فهم ان هو الحرامي، بس رين يعرفه ان هو بس خد الحاجة الغالية يعمل بيها اكلة لحبيبته ونسي يجيب مكانها مش اكتر. بس لان ريت شاكك ان هو اللي خد كل حاجة، فرين قرر يسيب المكان عشان مفيش ثقة. وجوك خد الحاجة ورجعها المطعم ريت، وفهم ريت ان هو يخلي جيو تبعد عن باباه لانه ما حلتوش حاجة وان هما مش شحاتين. وريت واجه جيو باللي عملته، وجيو فهمته حالة المطعم بتاع جيوك وباباه وان هي بس عايزة تساعدهم وهو هيتجنن منها. وراح ورجع رين تاني للشغل والمفروض يروحوا يحتفلوا، بس مامة ريت دخلت ومعاها العرافة بو. طبعا بوني عمالة تستخبى وماسكة في رقبتها على اساس العقد ما يرنش، والعرافة شاربة بس حاسة ان طاقة المكان ده مخلية ان في اكتر من شبح. بس ريت مش مهتم بكلامها، مش مصدق، وبوني قررت ان هي تخلع من المكان. وسهروا وشربوا وحاولت تقرب من ريت، بس جه دان وانقذوا منها. وهي مروحة شافت بارين وهو مع نام وعرفت ان هما متجوزين، وبقت ماشية حزينة بتسأل نفسها ماتت ليه وازاي، ومتضايقة لان هي مجرد شبح ومحدش شايفها ولا عرف بوجودها. ورجعت اوضتها لقت صاحب الأوضة مطلع لها حاجتها وبقت في الشارع، وقررت تروح تبات في المطعم. وهناك شافت شبح شكله شرير وحاولت تخلص منه بس هو هرب. وبطلنا اللي خايف نزل من اوضته وشاف بطلتنا اللي مستخبية، وفضلت تتحايل عليه ان هو يسيبها تبات هنا كام يوم بس ومش هتخلي حد يشوفها. وهو ابتسم كأنه هيوافق، بس خدع ولا وافق ولا حاجة وطردها وراحت نامت في جيم. وتاني يوم كان ريت رايح يقابل يادا عشان البرنامج ولازم ياخد جيو معاه. وهناك جيو بتاخد بالها ان ريت معجب بيادا، خصوصا لما جه واحد وحاول ان هو يقرب منها، فريت خد مفاتيحه اللي وقعت وخباها، والتاني عمال بيدور وريت ساكت وما قالش. وجيو بعد كده بتسأل ريت لو معجب بيادا، وهو اتفاجئ وانكر وان هو ويادا صحاب من زمان، بس بطلتنا طلعت المفتاح اللي معاه وان هو مادام مش معجب خباه ليه، وشبه هددته ان لو ما خلاهاش تقعد عنده فترة هتقول ليادا ان هو بيحبها وهي معاها الدليل. ويادا جت قطعت كلامهم، وجيو كل شوية تهوشه فخدها وقال لها ان هو خلاص هيسيبها تقعد عنده الفترة وخد منها المفتاح. وبعد كام يوم بطلنا كان عيان ومفيش غير جيو اهتمت بيه، وهو تخيلها يادا وتهور شوية ودخلت تطمن عليه وهي مش مصدقة بس هو بيطردها. وتاني يوم بيعتذر منها لان هو ما كانش في وعيه وكان تعبان وهي مش فارق معاها حاجة. وبالليل بتروح له وعايزة يعيد اللي عمله بس يكمل للآخر مرة واحدة بس. وريت شايف ان هي مجنونة وطلع وسابها، وتحاول معاه اكتر من مرة لحد ما ساب لها المكان وراح بات عند مامته. وهي اتفاجئت عشان اول مرة يجي يبات عندها. وتاني يوم مامة ريت بتروح للعرافة عشان تعرف بنتها هتخلف ولا لا، والعرافة بتتفاجئ اصلا ان بارين عايش لدلوقتي ومتجوز لان قدره الموت وان هو يفضل وحيد، وان هو طيب وكويس بس ملوش حظ ولا في اهل ولا في جواز ولا في عيال. وطبعا نام ومامتها خافوا. بارين ده شكله وراه قصة يا ولاد. وجيو عايزة تعمل علاقة مع ريت مرة واحدة بس ومش هتقول لحد ولا حتى يادا. وريت شايف ان هي مش طبيعية وتبعد عنه، بس جيو بتقول لريت ان جالها برد بسببه بس هو مش مصدقها، بس فعلا بتكون تعبانة جدا. وفجأة بوني بتطلع من جيو وهي متفاجئة ومش عارفة ازاي ده حصل. وريت نزل وفعلا لقى ان جيو تعبانة جدا ومولع. وريت خد بطلتنا ووداها المستشفى، ولما صحيت فضل يشرح لها ان هي كانت عايزة تعمل معاه علاقة وهي مش فاكرة حاجة وعمالة تعتذر. وشافت التاريخ لقت اسبوعين راحوا وهي مش فاكرة عنهم حاجة. وبتخرج من المستشفى وبطلنا عمال يقنع نفسه ان هو ما يقلقش عليها. وبونج حاولت ان هي تلبس يادا عشان فاكرة ان كده هيحصل اللي في بالها، بس يادا روحها قوية وما قدرتش عليها. وبارين شاف جيو في الشارع واتكلم معاها وحس ان هي متغيرة وخدها رجعها المطعم، وهناك فضلت تعتذر لريت ومتغيرة مع الكل ورجعت لطبيعتها تاني. وظهرت لها بونج وعايزة تشرح لها قصتها عشان تخليها تلبسها تاني، بس جيو كانت زي المجانين قدام زمايلها. وبونج فضلت وراها لحد ما ولعت في المخزن، ورين عمال يزعق لها وريت عايز يعرف اللي حصل وهي كالعادة بتعتذر. بس ريت لاحظ ان هي بتبص على حاجة وفي حاجة غلط. وبعد كده جيو بتزعق لبونج لان هي خايفة ولان حياتها متدمرة بما فيه الكفاية وان هي تبعد عنها. وريت خد جيو عشان يكشف على دماغها بسبب سلوكها، والدكتور قال لريت ان هي عندها مرض اضطراب ثنائي القطب، يعني مودها يا اما عالي قوي او مكتئبة قوي، ودايما عندها حالات مزاجية متغيرة بشدة، وان ما عندهاش وسط، وان ده ممكن يكون حصل بسبب ضغط نفسي او تعنيف. وساعتها ريت فكر في طريقته معاها واللي كان بيقوله وافتكر ان ده حصل بسببه، ولان
وإن هو حس بالذنب اداها أوضة تنام فيها جنب أوضته وطبخ لها وصفة هو ما بيعملهاش بس شافها على النت وهيموت ويعرف عجبتها ولا لأ، وده مع حاله طبعا. وبالصدفة راسل صاحبة الوصفة وإن هو عملها وهو أساسا ولا بيحب الرز ولا بيطبخ الرز، وهي قالت له إن هي صدفة وإن في حد عمل لها هي كمان الوصفة. وريت فرح وحس إن هي توأم روحه. وجه ميعاد البرنامج اللي ريت هيقدمه، وطبعا جيوم ساعدته واتفاجئت وهو شجعها لأن هي خايفة. وبو راحت لبيت مامة ريت ولما شافت صورة بارين ونام مرتاحتش وقعدت تقول حاجات كلها خوف. وبارين راح لمطعم أبو بوني ولقاه واقع وفاقد الوعي بس محاولش يساعده كأنه سايبه يموت الجاحد المخيف ده. وفي البرنامج ريت هيسلم جيو تكمل هي بس هي بوظت الدنيا. وفي الفاصل بوني عمالة تطلب مساعدتها عشان باباها بس جيو مش مديه نفسها فرصة حتى ان هي تسمع بوني، فبوني راحت متصرفة ولبستها تاني وفعلا كلمت الإسعاف وخدوها عشان تكمل البرنامج. وطبعا صلحت اللي جيو عملته وكانت منطلقة في الحلقة. وبعد كده راحت تطمن على باباها وهو حس ان هي بتفكره ببنته. وجي جيوك وبوني خدته من ودنه وهزقته عشان هو لازم يهتم بباباه والا هتاخد عينين الاتنين. وجيوك بينه وبين نفسه افتكر ان هي معجبة بيه. وبالليل رجعت تتقرب من الشيف وهو فهم ان هي رجعت لحالتها الرومانسية وسألها لو فعلا عايزة تبقى شيف وقالت وقرر ان هو يعلمها بس هي عملت كده ودماغها في حتة تانية. وبالليل بوني بتعمل لريت سبرينج رول وبتأكله غصب عنه بس عجبته وتفضل تمدح فيه عشان هو اللي بيعلمها وهو بيضحك. فبوني بتقوله ان هو وسيم لما بيضحك وعايزة ان هما يبقوا سوا بس ريت بيعرفها ان هو بيصحى بالليل من كتر ما بيكون خايف من كلامها. وبوني بتقوله ان هو قبل ما يموت لازم يعيش سعيد عشان الحياة قصيرة وان محدش عارف قيمة الوقت اللي بيروح، دي حقيقة. وهو مستغرب ان هي بتتكلم زي ما تكون ماتت قبل كده بس هي بتقول ان هي سمعته من حد قبل كده امال هتقوله انا شبح. وان هو يستمتع بوقته وتتصور معاه بالعافية وبتقرب منه وهو يقول لها ان هيوديها مكان بيعمل سبرينج رول عشان تتعلم وهي بتتحمس وعايزة يروحوا بكرة وهو بيوافق بسهولة وهي ما صدقت. وتاني يوم الصبح راحت لباباها عشان تساعده وخدته يتمشى زي ما الدكتور قال. وراحت مكان كان بوني دايما بتتدرب فيه الصبح وكانت بتقول لبابا هيروح معاها بس هو اللي ما كانش بيروح عشان ما كانش فاضي وشكله زعلان عشان ما كانش بيقضي وقت معاها كفاية بس هي بتقضي معاه وقت. وبو قاعدة متضايقة عشان ما وصلتش لبوني بس حاسة ان هي قريبة لحد ما واحدة بالصدفة دخلت لمكان اللي هي قاعدة فيه والباب شخلل فافتكرت العقد اللي لبسته لبوني. وبوني فتحت دولاب جيو شايفة ان لبسها مقفول زيادة وقررت ان هي تتصرف وخرجت فستان وقصته. وفجأة لقت بو قدامها لان بو فهمت ليه لما راحت المطعم حست ان في حاجة غريبة. وريت واقف مستنيها وبو بتجري ورا جيو وبتطرد بوني من جسمها وكملت مطاردة لبوني وجيو مش عارفة هي فين ولا ليه ولا عشان ايه. وفجأة لقت ريت قدامها وطبعا ريت متفاجئ من الاوتفيت وكالعادة بتعتذر. وريت بيقول لها هي الحالة جاتلك ولا ايه؟ ايا كان اركبي وخلصيني. وبو ربطت بوني وخدتها. وريت كان بيعلم جيو وفضل يسألها وبتجاوب كل حاجة صح، ده شاطرة. وهم ماشيين خبطها بالغلط وكالعادة هاتك اعتذار بس ريت قال لها ان طول ما هي بتعتذر محدش هيعمل لها حساب وان لما تخبط حد تقول بصوت عالي ان هي جيو رائعة. وفعلا عملت كده ولقى واحد بيغني ومن الواضح ان هو عجب جيو. وريت خد باله وقال لها جيب لك امضته ومشي وهي ولا هنا فنادى عليها. ولما روحوا كان باين عليه ان هو سعيد وهزر معاها وبالليل لعب على الجيتار وغنى زي اللي شافوه وهي بتسمع غيران غيران. وتاني يوم خدها عشان يتمرنوا لان هي تعبانة ولازم تبقى احسن وفضل يعلمها وهي مفيش بس هو ما يقس. وفجأة حرامي سرق كرسي العجلة وجري ريت وراه وطبعا جيو وراه بس هي اذكى منه راحت طريق مختصر ومسكت الحرامي وبتعتذر من الحرامي وبيقول لها مادام بتعتذري طب سيبيني وهي مش هينفع فعشان عضته عشان ما يهربش. وريت مسكه وسلمه للشرطة وريت منبهر بيها ومن اللي عملته وحكى لبارين على اللي عملته وجاب لها كيك وقال لها ان هو معجب بشخصيتها دي ولا مطرقعه قوي ولا بتعتذر عمال على بطال وهي مبسوطه ويا ريت تفضل كده وان ضحكتها بتخلي الدنيا مشرقه. ده غزل يا ابني. وجت ايدا واللي شكلها غيرانه من قربهم خصوصا لما عرفت ان هو مخلي جيو قاعده في اوضه المخزن وقاطع كلامهم الاستاف بتاعه. وهي ماشيه سمعت دان بيقول لريت ان هم حلوين سوا بس ريت قال له ان هم مجرد اصدقاء وبتكون بو عايزه تعمل لبوني طقوس عشان تعبر للاخره. استغفر الله العظيم. لان ناقص لها شهر وهتتم 3 سنين وكده الروح الشريره هتبدا تاكل فيها وتتحول. وبوني خايفه وقدرت برضو ان هي تهرب من بو بس شكل بو ما اتضايقتش. وطبعا بوني راحت لجيو وجيو خايفه وبوني عماله تشرح لجيو بس جيو مش عايزه ان هي تسمع لها وبقوا يجروا ورا بعض عشان جيو مش عايزه بوني تلبسها. وبالصدفه وقعت اجنده جيو وبوني عرفت ان هي بتحب ريت وتقول لها ان هي هتلبسها عشان بوني تحقق غرضها السافل وريت يقع في حب جيو زي ما هي عايزه بس جيو اصيله ورفضت عشان مش عايزه ان هي تحصل عليه بالخداع. بس بوني بتعرف
بيعرفها ان هو بيحب ايدا وان هي حلوة وقوية ومش هتسلك معاها، ومع ذلك جيو رفضت عشان ده مش صح ومشيت وسابتها، وبوني متضايقة لحد ما بالليل ايدا راحت لريت وهي شاربة وبتتخانق معاه لانها الصبح راحت في موعد مع حد في المطعم بتاعه وهو مش ممانع وبيشجعها كمان، وبتسأله لو مش حاسس بحاجة ناحيتها وبسيته، بس هو فضل ساكت ما قالش حاجة، وكل ده جيو شايفاه، وايدا بتمشي لاني مش محتاج يقول حاجة، وجيو جريت تدور على بوني ما الحلو هيروح منها، وطبعا وافقت على صفقة بوني واللي ما صدقت هي كمان، وكده بقوا شركاء عشان يوقعوا ريت في حب جيو. بوني تاخد غرضها الدنيء، وجيو هتخلي بوني تلبسها طول اليوم عشان لو ايدا جت تقدر ان هي تساعدها، وطبعا بوني فرحت جدا وخدتها على مطعم باباها لان هو قريب قوي من مطعم ريت، وبتكلمها عن قد ايه باباها لطيف وان مطعمهم كان على طول زحمة، وكانت بتصحى من 2 أو 3 عشان تجهز الحاجة، ولو تعرف ان هي هتموت كانت عاشت حياتها شوية. وجيو سألتها ماتت ازاي بس بوني مش فاكرة، ومن الواضح ان بوني هتعلم جيو ازاي تبقى حيوية شوية وشكلهم هيبقوا صحاب. وايدا بتقابل ريت وبتلمح على اللي حصل امبارح، بس هو قال يعني عمل نفسه ان ما حصلش حاجة وان هي كانت شاربة وان هو روحها، وهي بتتعامل ان هي كانت شاربة وناسية، وعملوا كده عشان ما يكونش في بينهم احراج. واخر اليوم بوني بتطلع وبتشرح لجيو ان ريت وكل اللي شغالين في المطعم هيسافروا يومين اجازة، وبوني شايفة ان دي فرصتها عشان يحصل اللي في بالها، وجيو اللي عاملة بريئة بتقولها تبقى تلبس بيجامة سهل ان هي تتشال سفلة. وفعلا سافروا. اول ما وصلوا بنت اصحاب المكان بتسألهم ان ليه دي فيه واحدة جواها، وجيو او بوني اتفاجئت بس مامتها سكتتها ومحدش ركز معاها ما هي طفلة. وجيو راحت مع ريت يجيبوا حاجات وهي اللي ساقت بيه العجلة بتتفسح حضرتها، وهو اتفاجئ لانه علمها وما كانتش باين عليها انها اتعلمت، وخلصوا ورجع وحاولت تتقرب منه بحجة ان هي سقعانة وعايزة اللي يدفيها، وهوب لقوا ايدا قدامهم بحجة ان كان عندها شغل في موقع قريب وقالت تعدي على ريت. وبو راحت زارت مامة ريت وهناك شافت نيم وجوزها وشكلها مش مرتاحة لبارين كأنه في حاجة. ونرجع بقى لأبطالنا، وصادف ان جيو وايدا ناموا في نفس الأوضة عشان الاتنين بنتين بقى، والاتنين صاحيين عشان مفيش واحدة تتسرسب وتروح لريت، بس بوني ناصحة أول ما ايدا نامت راحت لريت وبتحاول انها تقرب منه عشان تحقق غرضها الدنيء، بس هو شايف ان هي ما خدتش دواها ومش طبيعية وخرج وهي راحت وراه، بس لقوا اصحاب المكان بيدوروا على بنتهم وقرروا ان هم يساعدوهم، وفعلا جيو لقيتها وعرفنا ان البنت دي بتشوف الاشباح وجريت، وجيو راحت وراها والبنت طلعت عشان تحبس جيو، وهم لقوا بنتهم وريت قلقان على جيو، وبوني طلعت من جيو عشان المكان ساقع وجيو مش هتستحمل كده سقعية بوني ما هي شبح، وبعد محاولات لأول مرة مسكت حاجة وفرقعت ألعاب نارية وريت شافها وراح على هناك، وبوني لبست جيو عشان يعرفوا مكانها، وريت فضل يزعق لها عشان لو حصل لها حاجة هيعمل ايه، وايدا والكل خدوا بالهم من خوفه، وخصوصا ان هو مقبلش ان حد غيره يهتم بيها، الحب يا ولاد يعمل اكتر من كده. وتاني يوم بوني اللي لابسه جيو قالت للبنت اني ما تعملش كده تاني وان هي مش هتقول لحد، وايدا سألت ريت الحاجز اللي بينهم ده حصل من امتى بسببها ولا بسبب جيو، وهو ما بيردش، فهي فهمت اللي هو مش عايز يقوله وبتمشي وبتسيبه. وزميل بارين عرفه ان هو لقى كاميرا واداها لواحد صاحبه وهيقدر يجيب الهارد ويجمع اللقطات وهيشوف وممكن يعرفوا مين اللي خبط نام، بس بارين نظراته كانت مخيفة. والاخت جيو فتحت حنفية غرقت الدنيا في المطعم وريت تهتم بيها، بس واضح ان المية والهدوء خلاه يضعف ويتهور، بس ساعتها بوني خرجت من جيو، يا ترى ليه؟ لو عارفين اكتبوا لنا في الكومنتات. بس بعدها جيو رجعت لطبيعتها وعمالة تعتذر ومشيت وهي مكسوفة، بس ريت راح وراها وعرفها ان هو معجب بيها ومش عارف ده حصل امتى ولا ازاي، من اول مرة شافها ولا من اول ما بقت مروشة او امبارح، المهم ان هو بقى معجب، وبتشكره وتوافق ان هما يبقوا سوا. وزميل بارين بعد ما جاب الهارد اللي عليه المشاهد بتاعة حادثة نام في حد ضربه عشان يقتله، وعصافير الحب مش مصدقين ان هما بقوا سوا وبيكونوا مبسوطين. وجت بوني لجيو بتقول لها ان هي سابت لها الطريق وان قربوا يكسبوا هما الاتنين اهدافهم. وتاني يوم بارين كان بيزور زميله بس هو مش عارف ولا فاكر مين اللي ضربه، بس لما شاف ساعة بارين افتكر ان اللي ضربه كان لابس زيها بس ما قالش حاجة. وبالليل كان ريت واخد جيو في موعد وحاسس ان فستانها قصير وهي شايفة ان هو غيران وخلاص، وبتفضل تغيظ فيه شوية، ويروحوا مطعم والتانية بتلعب برجليها وعمالة تقرب منه بأي طريقة وبتكون مريبة، وبعد ما بيخلصوا بتكون عايزة تحلي، بس المحترمة بتاخده على فندق عشان تحقق غرضها، قال يعني مش واخدة بالها ان هو فندق، بس بياخدها وبيمشي وبيتكلم معاها ان اللي هي عايزاه ده بدري عليه دلوقتي، وان اللي بيعملوا كده في اول الموضوع بتاعهم بيكون مش عايز علاقتهم تكمل، لكن هو عايز يعرفوا بعض كويس ويقضوا وقت ويحبوا بعض اكتر، وبعد كده يبقى يحصل اللي هي بتقول عليه، عشان مش عايز علاقتهم تبقى مؤقتة، وهي بتتضايق وشايفة ان هو عايز يبقى فيه مسافة بينهم، فقررت ما تقربش منه. وبارين خد نام وبيتمشوا وبيراجعوا ذكريات، ويطلع ان بارين اتربى في ميتم وان هو محظوظ ان في ناس اتبنوه، بس
عامل نفسه ان هو مش فاكر حاجة، بس بيجي فلاش باك ان الناس دول خلفوا واهملوه وفي لحظة ضعف او غيره كان هيقتل البيبي، بس الاب شافه ولحقه، بس ادى البرين علقة متينة ورماه في الشارع كمان. وفضل بالليل وهوب واضح ان روح شريرة راحت لبسته. يعني ده مش برين يا مشاهدينا. وطبعا نام ما تعرفش يا خوفي منه. وهي بعد الحادثة كانت هتنتحر بس هو لحقها، وبعدها بفترة بقوا سوا لحد ما اتجوزوا. ويقول لها ان الناس في لحظة يأس بتنتحر وما تعرفش ان بعد الموت الموضوع ممكن يبقى أسوأ. استغفر الله العظيم. وجيو مقموصة من بطلنا وبتعامله من بعيد لبعيد عشان تسيب مسافة، وهو متضايق من اللي هي بتعمله. وبوني بالليل بتحكي لجيو على اللي حصل وعلى اللي ريت قاله، بس بوني شايفة ان هو موضة قديمة، بس جيو شايفة ان هو اللي صح وعنده حق. حنينة. وتاني يوم فضلت بعيدة عنه على غير عادتها عشان تحسسه بغلط، وكان عيد ميلاد رين وريت اتضايق الكريدت بتاعه عشان يحتفلوا، وجيو ما خلتش ريت يروح معاهم، وراحوا كلهم وشربوا واجروا اوضه ناموا فيها. وطبعا ريت ما كانش على بعضه عشان خاطر جيو معاهم. واول ما عرف ان هم خدوا اوضه راح على هناك وخد جيو وقال لها يا شيخه ما يصحش اللي بتعمليه، واهتم بيها وعرفها ان هي فتاته الوحيده، وان الرجاله نيتها ساعات ما بتكونش كويسه، وان هي اجمل بنت بالنسبه له. وهي طبعا عجبها الكلام، وقال لها ان هو مش بيهزر وان ما تبعدش عنه ولو متر واحد وتفضل لازقه فيه، وبيكون عايز يبداوا واحده واحده بان هم يمسكوا ايد بعض ويبداوا بالتدريج ويفضلوا سوا طول العمر. وبالليل بوني بتفضل تتأمل في ريت وبتفكر يا ترى لو هما الاتنين معجبين ببعض بجد هيعملوا ايه، على اساس ان هي شبح. ولما جيو بتصحى ما بتلاقيهاش بتدور عليها، بس بوني بتكدب عليها وبتقول لها ان هي كانت بتتمشى. بس جيو بتكون لطيفة معاها جدا لدرجة بتعتبرها زي اختها، وبوني بتكون مستغربة، وجيو كمان مستغربة لان بالنسبة لواحدة بتخاف من الاشباح تقول لشبح انها زي اختها الموضوع غريب بالنسبة لها. بس بعد كده بيجي ريت وبياخد جيو بيهتم بيها عشان الجو حر وقاعدة قدام المبرد، وبوني بتكون شايفة كل ده وباين عليها ان هي غيرانة. وتاني يوم بريم بيشوف جيو وبتكون بتغني اغنية كده وده بيفكره ببوني وشكله كده قلقان من حاجة. وريد بياخد جيو عشان يجيبوا حاجات للمطعم، وهناك بيقابلوا كاي اللي هو ابو بوني، وبتكون جيو مبسوطة جدا ما هي روح بوني اللي لابساها عشان شافت باباهم وعرفتهم على بعض وخدته على المطعم، وكانت مبسوطة ان هما الاتنين بيتعاملوا مع بعض. وطبعا كاي عزمهم على الغدا وفضل بطلنا ياكل. وبالليل بنشوف بريم وهو فاتح درج وبيطلع موبايل، والموبايل ده بيكون بتاع بوني، وبيجي فلاش باك وبوني بتجري وبارين وراها. ومش بس كده ده طلع قتلها كمان، بس ليه هنعرف. وعنده شنطة حط فيها التليفون كأن دي الشنطة اللي بيخبي فيها أدلة الجرائم. وبنشوف ان بطلنا من كتر الرز اللي كاله تعب، وبتكون بطلتنا متفاجئة وبيطلع ان هو ولا بياكل الرز ولا بيحبه عشان زمان ما كانش بياكل غيره عشان مامته ما كانتش فاضية ولا كانت موجودة، عشان كده طلع ما بيحبوش واني طول عمره وحيد. وبعد كده بتقعد تداويه شوية وما تلاقيه يائس كده بتقرر ان هي تاخده وبيروحوا وبيقعدوا يلعبوا وبيكونوا مبسوطين. وفي لحظة كده بتقعد تحكي له عن الحاجات اللي هي نفسها تعملها واللي عمرها ما عملتها عشان خاطر كانت دايما بتشتغل وبتجني فلوس، فهو قرر انه هيحقق لها كل الاماني اللي بتتمناها. وبالليل بيكون قاعد بيدور على الاماكن اللي ممكن تعجب جيو، وهي بتكون سامعاه وشكلها زعلانة عشان هي مش جيو، فبتروح لبوه وبتحكي لها وبتقول لها ان هي بتكون مبسوطة مع ريت قوي لما بيمسك ايديها ولما بتشوفه، وحاسة ان هي بتحبه ومش عايزة تمشي كل ما بتفكر ان هي ممكن ما تشوفوش تاني. بس بو بتعرفها ان هي كده ممكن تبقى طماعة عشان هتبقى ساعتها عايزة ان هي تعيش حياة طبيعية زي اي انسان، وساعتها هتستولى على جسم حد وهتتحول لروح شريرة. وطبعا ساعتها بوني بتفضل حزينة عشان هي مش عايزة تعمل كده. ومامة ريد بتكلمها عشان يقابلها بسرعة، ولما بيروح لها بتطلع ان هي عاملة موعد مدبر ما بينه هو وإيدا من غير ما تقوله، وبتسيبهم وبتمشي. والاخت إيدا وهما ماشيين بتكون عايزة تتكلم معاه وبتقوله ان هي بقالها كام يوم بتفكر في حاجة كده وان هما يعرفوا بعض من زمان، وشكلها كده كانت هتقول حاجة، بس بطلنا بيفاجئها ويقول لها ان هو في حد في حياته ومعجب بيها. وإيدا بتسأله لو في داعي ان هي تكمل الكلام اللي كانت هتقوله، بس هو بيقول لها ان مفيش داعي، وهي شايفة ان دمه بارد وان هو مش عايز يخسر صديق، بس الموضوع هيبقى صعب عشان هما وسطوا لبعيد شوية وازاي هتبصله في عينيه دلوقتي. وبتمشي وبتسيبه، وبنلاقي ان برين دخل أوضة جيو عمال يدور في حاجتها ومستغرب من الحاجات اللي موجودة لان كده مش عارف هي مين، من حاجات عن الاشباح والارواح. وبطلنا بقى بيرجع تاني لجيو بيقعد يتكلم معاها وبيقول لها على اللي مامته عملته، وهي بتكون متضايقة كده ولو انت قلت لها ايه، فيعرفها ان هو قال لها ان هو في حد في حياته وبيحبها كمان. وهي طبعا ده بيبسطها جدا وهو بيكون مرتاح انه قدر يقول ده بصوت عالي، ويقول لها انه هيقضي عليها لو سابها بهزار طبعا، وهي بتكون مبسوطة من كلامه. وهو كمان كده شكله حنلها وبيقرب منها وبيتهور وعينيها تفنجل واحنا نفنجل. وبطلتنا بتتوتر وبتمشي وطلعت من جسم جيو، بس كدبت عليها وما قالتش على اللي حصل بينها وبين ريد. وجيو بتتكلم مع بوني وبتقول لها قد ايه هي مبسوطة عشان بتقرب من ريد،
بس قلقانة على بوني عشان وقتها قرب يخلص، وده خلى بوني متأثرة عشان مهتمة بيها. وجيو تعرفها ان بفضلها ما بقتش تخاف من الاشباح وبقت بتتعامل مع الناس احسن من الاول، وان حتى لو ريت مفضلش معاها هتبقى مبسوطة ان هو قرب منها. وبرين متعصب عشان مش عارف مين جيو بالظبط. وتاني يوم بعد الشغل بتكون أوضة جيو غرقانة وريت خدها تنام في أوضته، وهناك هو اللي بقى يحاول يقرب منها وهي اللي بتبعده عشان هو قال لها اللي بيحبوا بعض بياخدوا الموضوع بهداوة شوية، بس هي عشان تقضي لها كام يوم معاه. وهو قال لها ان هو عنده رأيه يا كداب انت، وان كويس ان هي فهمت بس كان متعصب. وحتى تاني يوم في الشغل كان متعصب منها فبيزعق، بس قال على حاجات تخص الشغل تمويه. وبطلتنا بتروح للعم كاي وبيكون بيتصل على حد، ولما بتسأله بيقول ان مفيش حد هيرد اصلا، ويطلع لسه بيدفع فاتورة الخط بتاع بوني مع انه عارف ان هي مش هترد، وحتى مش عارف موبايلها راح فين. وبطلتنا بتسأله لو راح في حادثة ولا حاجة، وهنا بيقول لها ان هو مش عارف بنته كانت تعبانة ولا ايه مضايقها، وهو ما كانش حاسس بيها وده اللي خلاه تسيبه. وبتفهم ان هي انتحرت، وكاي بيروح يجيب حاجة، وبطلتنا بتستغل الفرصة وتشوف مذكراتها، وبتطلع كانت مخططة الرحلة في عيد ميلاد باباها ال60، وان هي انتحرت قبلها بكام يوم. طب ازاي؟ فخدت المذكرات وراحت لبارين على اساس كانت تعرف بوني عشان المطاعم جنب بعض وكده، وتقول له ازاي انتحرت وهي كانت مخططه الرحله، وان اكيد في حاجه غلط. وبارين متضايق وواضح عليه، وبيقول لها ان مفيش اي دليل ان هي جريمه قتل، بس عشان يريحها بياخد منها المذكرات وقال هيحقق. وبوني بتطلع من جسم جيو عشان هتعمل حاجه مهمه، وبتروح لبو بتقول لها ان هي اكتشفت ان هي قتلت نفسها، بس هي مش مصدقه ان حد زيها هيعمل كده وليه اصلا. وبو بتقول لها ان اللي بينتحروا بيكونوا عملوا خطيئة كبيرة وروحهم ما بتتجولش زيها كده، وان هي لازم تفكر وتكتشف اللي حصل بسرعة. وريد جايب لجيو ورد وسلسلة عشان يعتذر ان هو كان سخيف معاها وزعق لها في الشغل، يا ريت كلكم كده، ويقول لها ان هو مش هيعمل كده تاني، وان هو ما كانش يعرف ان هو معجب بيها كده. وجيو اعترفت ان هي كمان معجبة بيه وكان هيبوسها، بس بوني الغيورة وقتها زقتها جامد، وجيو مصدومة وريت مش فاهم ايه اللي حصل، وشكلها حست بغلطها وسابت رسالة لجيو بتعتذر لها وان هي مش هتقدر تستحوذ على جسمها تاني لان هي خايفة من مشاعرها اللي بتقوى كل يوم، وان كل ما الوقت بيعدي بتقرب من ريد، وده بيخلي الموضوع اصعب ان هي تبعد عنه، ولو فضلت مش هتوفي بعدها. وبتتمنى لها السعادة مع ريد، وان هي لازم تحب نفسها زي ما بتحب اللي حواليها. وجيو بتروح تدور عليها وما بتلاقيهاش، وبوني بتروح لبوه على اساس تعمل الطقوس الاخيرة، وبتكون حزينة. وريد ملقاش جيو وكلمها وطلع مستنيها عشان خايف عليها عشان الدنيا ليل، وهي اتفاجئت ومش عايزة تخسره مهما كان التمن، وبتحضنه في نص الشارع وهو بيتفاجئ وفاكرها رجعت للمود الرومانسي المجنون بتاعها. وتاني يوم ريد حاسس ان هي متغيرة، مش في المود الرومانسي بتاعها، بس شايفها برضو روعة في كل حالاتها، خصوصا ان هي حاسس ان هي شجاعة شوية. وبيكون في تصوير حلقة البرنامج بس المرة دي في المطعم بتاعه، والمخرج عمال يطلب حاجات من جيو ومطلع عينيها وموديها وجايبها وبيزعق. وريت اتضايق والمخرج قال له دي موظفة عندك، ايه يعني لما تساعدني، هي مش حبيبتك. بس ريت اتهور وقال له لا حبيبتي يا بابا. وطبعا الكل مذهول من هذا الاعتراف، وايه ده شكلها فرحانه له كده. وبوني قالت لبو ان هي هتعمل الطقوس عشان تمشي، وايه ده شايفه ان الحب غير ريت وفرحانه عشانه، ورجعوا اصدقاء. وبوني بتبدا تودع باباها واخوها وراحت لجيو، بس كان في عربيه هتخبط جيو، بس بوني لحقتها على اخر لحظه. وبوني بتقول لها تخلي بالها من نفسها لان لو ما كانتش لحقتها كانت هتبقى شبح زميل صغير معاها، وان هي تعيش حياتها على قد ما تقدر. وجيو بتشكرها على كل حاجه وبتعتذر لها كمان. وبوني بتقول لها على ايه ده، انا اللي كنت بستخدم جسمك، ده انا المفروض اعتذر لك. وفعلا بتعتذر وبتشكرها كمان لان هي شخص لطيف، وبتمشي وبتسيبها. بس بتشوف نفس العربيه اللي كانت هتخبط جيو، وبتلاقي برين اللي جواها، ويطلع عارف ان روح بوني موجوده، وبتخاف خصوصا لما بيجي حد يزعق مع برين عشان الدوشه اللي عاملها بالكلاكس. وبرين يبان قد ايه معدوم الشعور والاحساس وضربه بغل ممكن يكون مات فيها اساسا. وريد بياخد جيو عشان يفرجها على بانكوك بالليل زي ما كانت عايزه، وجيو متاثره عشان دي كانت بوني مش هي، وخدها وتصوره واتكلم معاها ان هي شخص مهم في حياته ورجع ياكل الرز بسببها، وان مش مهم الشخص بيروح فين، المهم ان هو معاها. وبيقول لها ان هو كان دايما شايف طفولته محرجه لحد ما عملت له سبرينج رول واتكلمت معاه وان هي ساعدته كتير، وانه هو طفل كان دايما لوحده، ولما كان بيحس بالحزن والوحده ما كانش عارف يروح لمين، بس دلوقتي هي معاه وبتشاركه وبيتكلموا وبيعبروا عن مشاعرهم، فكل الحزن والوحده راحوا. ولسه هيكمل كلام عن المستقبل المشرق، جيو طورت وقالت له ان مش هي الشخص اللي هو معجب بيه، وان اللي اعجب بيها ده شبح مش هي، لان هي بتشوف الاشباح، وان هي كان في شبح مستحوذ عليها وده اللي هو اعجب بيها مش هي خالص، وهو خدها في نص دماغه وبتمشي وبتسيبه لان ريت حب الشبح يا ولاد.
وبوني بتقول لبو ان الشخص اللي هي كانت عارفاه ما طلعتش عارفاه ولا حاجه، وان في حاجه شريره بخصوصه، وبو مش فاهمه حاجه. وبوني بتقول لها ان هي مش هينفع تمشي دلوقتي، وبو افتكرتها بتتحجج عشان خاطر ريد، بس بوني عرفتها ان بارين حاول يقتل جيو. وبو اتفاجئت جدا، وريد كان مستني جيو لما لقاها بتعيط حضنها، بس اتعصب لما لقاها لسه مصممه على القصه بتاعتها، ولو عايزه تسيبه تقول اسهل بدل القصص اللي بتختلقها دي. بس جيو بتعرفه ان الشبح تكون بنت العم كاي، وريد بيكون مصدوم. وتاني يوم بتكون بوني بتتكلم مع بو عشان بتفكر ليه بارين ممكن يعمل كده، بس بعد كده بوني بتقول لها ان هو كان غريب لما طلبت منه انه يرجع يفتح القضيه بتاعه انتحارها. وبو استنتجت انه حاول يقتل جيو بعدها، يبقى معنى كده ان هو ليه يد في موتها، يا اما في روح شريره استحوذت عليه، وان الروح الشريره دي بتفضل تقتل روح البني ادم اللي هي استحوذت عليه لحد ما تاخد جسمه ليها، وان هي تقول لجيو تخلي بالها، وهي كمان بوني تخلي بالها، لان لو في روح شريره مستحوذه على بارين يبقى معنى كده ان هو يقدر يشوف روح بوني الا لو كانت في جسم حد. وريد بياخد جيو عشان فاكرها مجنونة وعايزها تشوف دكتور، بس جيو بتتعصب عليه وتعرفه ان هي مش مجنونة، وان هي مش عايزة تعيش كده، وان هي من زمان على كده عشان جدتها بتقدر تشوف الاشباح، ومامتها نفسها ورثت القوة دي من جدتها، وبالتالي جيو كمان ورثتها، وان محدش بيصدقها، بس هي مش عايزة تشوف الاشباح لان هي بتخاف لما تشوفهم، ودايما بتخلي وشها لتحت عشان ما تشوفهمش لانها بتشوفهم في كل مكان. وبتكون جيو في المطعم، وبوني راحت لها عشان تقول لها ان بارين اللي حاول يقتلها، بس فجأة ريد بيجي وبيقاطع كلامها، وبيقول لجيو ان هو مش هيقدر يصدق الموضوع غير لما يشوف بعينيه. وبتكون بوني مستغربه ليه جيو قالت له، بس جيو عرفتها ان هي مش عايزاه يكون محتار ما بينها وما بين بوني. وريد بيتعصب عشان بيحس ان هي بتكلم نفسها ولسه بتعمل التخاريف بتاعتها، وعشان بوني تثبت له راحت لمسته، وهو خاف جدا، وبوني اتأثرت قوي. وبالليل بعد ما شرب راح يتكلم مع جيو، وكان بيتخانق معاها ان هي مادام كدبت ليه ما كدبتش عليه للنهايه، وان هو دلوقتي بيحب مين، بيحبها ولا بيحب الشبح. وبيكون منهار وهي بتعتذرله وبيحضنها، وبتعرفه ان هي بس كانت غبية عشان كان كل همها ان هي تسرق قلبه، وبتعتذرله لان هي غلطتها، بس هو مش قادر يقبل كل الكلام ده ومحتاج شوية وقت، وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بنشوف ان هي قطعت صور والحاجة وخدت حاجتها ومشيت. وهو تاني يوم الصبح اكتشف ان هي ما بقتش موجودة، وشاف السلسلة والورد اللي كانت ادهم لها. وبعد كده بنعرف ان العم كاي لقى جيو مغمى عليها في الحديقة، فاتصل بابنه وجابها، وان هي دلوقتي قاعدة عنده في أوضة بوني. وبوني كانت راحت له قال يعني عشان تطمن عليه، وكانت بتتكلم معاه وهو طبعا مش سامعها، وقد ايه هي متوترة وفي كذا حاجة ضغط عليها، بس بتلاقيه واخد حاجات وطالع لفوق، وبتكتشف ان جيو قاعدة في أوضتها. وبوني بتسألها عن اللي جابها هنا، وبتعرفها جيو ان العم كوي شافها فاقدة الوعي وجابها على هنا. وبتكون بوني متضايقة ان جيو سابت المطعم بسببها، بس جيو شايفة ان هي كمان غلطانة عشان كانت ان هي عايزة تقرب من الشيف بأي طريقة. بس بعد كده بوني بتركز وبتعرفها ان اللي حاول يخبطها بالعربية هو بارين، وطبعا جيو اتفاجئت، وبوني مش عارفة ليه، بس بتقول لها ان هي بتدور في الموضوع، وان ما تخليش بارين يشوفها عشان ما تبقاش في خطر. وساعتها بوني بتروح تستحوذ على جسم زميلة لبارين، والشرطية اللي هي لبستها بتفضل تدور في الدرج بتاع بارين عشان خاطر عايزة المذكرات بتاعتها، يمكن تلاقي فيها حاجة. بس فجأة زميل بارين بيدخل، ولما بيتكلم معاها بنعرف ان هو كمان شاكك في بارين، وان شكله وراه حاجة كبيرة، ويطلع ان هو لقى حاجة، بس بيقول لها ان هو كان لازم يتصرف بشكل طبيعي. وبطلتنا كمان بتقول له ان هي كمان حاسه اني وراه حاجه، بس ما بتقولش حاجه كبيره زي اللي هو قالها. وفي نفس الوقت ريد كان في اوضه جيو، شاف الورق والحاجه اللي هي مقطعاها، ويطلع ان الورق ده كمان فيه الوصفات بتاعتها اللي محدش يعرف عنها حاجه، ويفتكر ان دي نفس الوصفه اللي هي عجبته على النت، وبيقارن الاتنين ببعض، وبيعرف ان السانشاين اللي هو كان بيكلمها هي جيو. وبنلاقي ان ريد سافر لجد جيو واتكلم معاها، والجده بتتكلم معاه ان جيو طول عمرها حياتها صعبه، وده طبعا بسبب القدره اللي هي ورثتها منها، وان هي كان نفسها لو هي ما ورثتهاش وعاشت حياه طبيعيه وكان يبقى ليها اصحاب. وبعد كده بتسيب ريد، وريد بيفضل يتخيل جيو، وبيفهم ان هي كانت طفله وحيده زيه. ولما بيرجع المطعم بتاعه جيوك بيكون هناك، وجيوك بيتكلم معاه على قد ايه هو قاسي، وازاي يتخلص من واحده رقيقه وبريئه زي جيو، وان هي يا حرام ما بتاكلش ولا بتلمس الاكل. وساعتها طبعا ريد بيفهم ان جيو عندهم، وبيروح على المطعم بتاعهم، واول ما بيشوفها ما بيتكلمش وبيحضنها. وريد تعرفها ان هو كان قلقان عليها
عليها ومفتقدها طول الوقت اللي فات، وهي كمان كانت مفتقداه جدا. وريد شايف ان هو كان قاسي عليها عشان خايف عليها وان هو معجب بيها من قبل جو الاشباح والجنان ده، لانه ما كانش بيشيل عينه من عليها، وان هي ما تبعدش عنه تاني عشان ممكن يموت فيها. وطبعا بطلتنا ما صدقت ومش هتبعد تاني، ومع ذلك ما بتبقاش عايزه ترجع عشان هي اللي سابت المطعم ومكسوفه من اللي بيشتغلوا هناك، فهتفضل في مطعم كويس. وريد توافق بس قصاد كده ترد عليه في اي وقت مع انه مش عايز ده. وبوني بتقول لجيو ان زميل بارين شاكك ان هو متستر على المجرم اللي خبط نام، وان هو متورط، بس قرروا مش هيقولوا حاجه لريد لحد ما يلاقوا دليل. وبارين بيفكر فين بوني لان هو متاكد ان هي طلعت من جيو، وخد باله ان حد حاول يفتح الدرج بتاعه. وبعد كده بنشوف زميله ده وهو معاه تقرير اللي بتثبت ان الجزء اللي على الهارد اللي هو كان لقاه عليها البصمات بتاعه بارين. وساعتها اتضايق جدا واتصل بريد وقال له ان هو عايز يشوفه عشان خاطر حادثه نام، بس ان هو ما يقولش حاجه لبارين خالص تحت اي ظرف من الظروف. بس فجاه بنلاقي ان بارين ركب العربيه بتاعه زميله، ومش بس كده ده كمان لقى التقرير. وريد كان قاعد مستنيه وهو ما جاش، وبعد كده بنكتشف ان بارين قتله وكأن الموضوع في حادثه. وريد لما بيعرف بيروح المستشفى على اساس هيواسي بارين لانه كان زميله، وكان يعتبروا هما الاتنين شغلهم سوا على طول. بس بيعمل زي ما زميل بارين قال له وما بيقولوش على اي حاجه. بس بعد كده بطلنا بيشوف بارين وهو مبسوط وعمال يصفر ولا اكن زميله اللي مات وصاحبه. وبوني برضو بتروح وبتقول لجيو ان زميل بارين مات، وبتقول لها ان الواضح ان بارين اللي عمل كده وان كل الادله بتقول كده، بس ما فيش حاجه تثبت ده. وجيو بتسال بوني لو هيقولوا الريد، وبوني شايفه ان هم هيقولوا الريد عشان هي عايزاه يلاقي لها حاجه. وفعلا راحوا عشان يقولوا له، وبس بارين شكله متوتر عشان كل شويه جيو بتتكلم كانها بتكلم نفسها، وبتحكي له على اللي زميل بارين كان شاكك فيه، وان هم كمان شاكين ان بارين اللي قتله. في الاول ريد ما كانش مستوعب، بعد كده بيفتكر المكالمه بتاعت زميل بارين واللي بارين كان بيعمله في المستشفى. وكمان جيو بتقوله ان هم شاكين ان هو ليه يد في موت بوني، وان هم عشان يتاكدوا محتاجين مساعدته، وده عن طريق ان هو يلاقي المذكرات بتاعت بوني عشان بارين نقلها من اسم الشرطه، لان هم شاكين ان فيها دليل. وفعلا ريد تاني يوم راح على بيت مامته ودور في اوضه بارين ونام، وشكله كده لقى الدليل وكان بارين هيدخل عليه، بس مامة ريد نادت على بارين في اخر لحظه، وبكده ريد خلع من الموضوع. وبارين لما شاف ريد كان حاسس ان هو مش على بعضه. وبعد كده الثلاثي المرح بتاعنا بيتجمعوا عند بو، وبيكون ريد معاه المذكرات، وجيو جايبه الموبايل بتاع كاي عشان كاي قال لها ان بوني قبل ما تموت كانت بعتاله فويس ميل وكمان رساله بتودعه فيها، وهو لسه محتفظ بالحاجات دي فجايباها كنوع من المساعده. وبتفضل جيو وبوني يتكلموا، وريد كان متضايق ان هو كده مش هيسمعهم، فبو شايفه ان هما كده هيوصلوا لبعض المعلومه السنه الجايه، فبتقترح على بوني ان هي تلبسها. بوني في الاول ما كانش عاجبها الموضوع، بس بعد كده فعلا بتلبسها، وبيفضلوا يتكلموا وبيشغلوا الفويس ميل وكان كأنه اصوات. وبارين بيقول ان هو شاف الموضوع ده في فيلم قبل كده، وان الاصوات دي بترمز لارقام في الموبايل، وبيفضلوا يجربوا الارقام بالنغمات لحد ما بيقدروا يوصلوا الرقم، وبيفتكروه رقم موبايل بس بيتصلوا وما بيلاقوش ان هو خط تليفون اصلا. بس بعد كده جيو بتقترح ان هي ممكن مش كده، وبتجرب هي حاجة تانية وبيكتشفوا ان هو رقم لوحة عربية. وريد شايف ان هي ذكية جدا، وبوني قررت ان هي هتروح تلبس واحدة شرطية عشان خاطر تعرف الرقم ده بتاع عربية مين. وفعلا بتلبس وان اللي هي زميلة بارين، وهو حاسس ان هي قاعدة مش على بعضها. وبعد محاولات كتير قدرت تفتح اللابتوب بتاعها ودخلت رقم العربية، ولقت ان العربية متسجلة باسم بارين، فطبعا طلعت وكلمت جيو وقالت لها وان هي تقول لريد. ومجرد ما لفت لقت صديقنا الشرير وراها، ومن غير اي حاجة بيحاول ان هو يقتل وان. وساعتها بوني بتفضل تفتكر لقطات كده كفلاش باك لحد ما بتطلع من جسمها، وبيكون بارين شايفها. ملحوظة كده في روح شريرة لابساه، وبوني بتواجه بارين ان هي فاكرة كل حاجة وان هو اللي قتلها، وان هي عارفة ان هو روح شريرة ومستحوذ على جسم بارين، وان هي هتقول للكل وهتفضحه، وكان عايز على اساس هيمسكها بس هي طبعا هربت منه. وبعد كده بيجي فلاش باك وبارين كان واقف في كمين وشاف باباه اللي اتبناه، بس الاب ده كان قاسي معاه قوي وكان ندمان ان هو اتبناه في يوم من الايام، وبيمشي وبيسيبه. وبعد كده بنشوف بارين وهو بيبص على العيلة دي من بعيد، وبعد كده قرر ان هو يقتل الاب ده، وفعلا قتله. وهو راجع كان خابط نام بالغلط،
ومش بس كده، ده القاسي داس على رجليها، وبالصدفة كانت بوني شافت الحادثة وخدت آخر كام رقم من لوحة العربية وراحت على أساس تتصل ببرين وتقوله بعد ما كانت كتبته في المذكرات بتاعتها. وفعلا لما برين راح لها بس اتفاجئت ان دي نفس الأرقام بتاعت عربيته هو، وقدرت بطريقة ان هي تهرب منه، بس هو مسكها وخدها وكتفها وقتلها على أساس ان هي غرقت. وهو اللي كان باعت الرسالة من تليفونها لتليفون باباها لما كانت بتودع، وبعد كده راح رمى جثتها في الماء على أساس ان هي انتحرت وأهلها والشرطة لقوها. وبعد كده بوني راحت لبوه هي منهارة، وبوه بتقول لها ان هي روحها ما رقدتش في سلام عشان خاطر مليانة بالانتقام، وبوه بتقول لها ان هو مادام شاف وشها يبقى مش هيسيبها غير لما يقضي عليها. وبعد كده بنشوف جيو لما كلمت ريت وهو قال لها ان هو هيجي يشوفها وتخليها في مطعم كواي عشان خاطر ان هي تطلع. بس فجأة بنلاقي ريت راح، بس جيو ما كانتش موجودة ولقى الشوز بتاعها. وكده طبعا ريت عرف ان برين خطفها وراح على بوه بسرعة، وبوه فهمته ان مش برين اللي عمل الحاجات الشريرة دي، وان في روح شريرة لابسة جسمه، وان دماغه كأنها نايمة مش هو اللي متحكم في اي حاجة، وان هما مش بيواجهوا انسان عادي لكن بيواجهوا شبح شرير. ونام هي كمان قلقانة على جوزها عشان فجأة اختفت، وقاعدة بتفكر ممكن يكون راح فين، وافتكرت الشنطة اللي هو حاططها عندها في الأوضة لما شافته ماسكها مرة، وقالت لمامتها وطلعوا منها حاجات غريبة ومن ضمنها التليفون بتاع بوني. وفجأة ريد جه، ومامتها كانت خايفة عشان خاطر سايب حاجات أموات في المكان، بس هما بيقولهمش حاجة ويقول لهم ان دي أدلة وهو ظابط وده شيء طبيعي، وعشان مامته ما تخافش قال يعني هياخد الشنطة. وبو بتحاول ان هي تستخدم قدراتها عشان تعرف برين فين، وشافته في مكان كبير وكله أطفال شكله كده الميتم اللي برين اتربى فيه، وبنلاقيه ان هو فعلا محتجز جيو هناك، وبيقول لها ان هو لما يقتلها يا ريت تختفي بسرعة وما تعملش زي بوني، وان بوني قريب هتحصلها. وريد بيحاول ان هو يدور عليها، وبوني كانت قايلة لاصحابها الاشباح وبيحاولوا هما كمان يدوروا. وبرين فجأة شاف شبح بس هي ما تعرفش ان هو روح شريرة، بس لما قابلت بوني بعد كده قالت لها ان هي شافت واحد وسيم بس حست ان هو شايفها، وحست زي ما يكون روح شريرة، بس مستغربة هي الناس مؤخرا بقت بتشوف اشباح ولا ايه. وبوني سألتها شافته فين وقالت على المكان. وبنلاقي ان برين حافر حفرة كبيرة وراح لجيو قال لها ان ده وقت موتها، وهي بتحاول تنادي على برين ان هو ما يستسلمش للروح دي وان هو يقاوم، بس طبعا بيتعصب جدا وكان هيموتها، وبيقول لها ان هي تسكت لانه ما زلهاش تتكلم. بس في حد بينادي عليه وبيمشي، وهي بتشوف واحد صغير كده شبح شبل يعني، وبتخليه يزق لها التليفون، وبتتصل بريت ولان هي طبعا مش عارفه تتكلم بيقول لها تبعت رساله، وبتبعت اختصار للمكان اللي هي فيه. وهو بيفضل يفكر وبيفتكر انه شاف نفس الاسم ده في ظرف في درج عند برين، وعرف ان ده الميتم اللي هو اتربى فيه واتجه على هناك. وبرضه بو وبوني بيكونوا متجهين على هناك، وريد كان وصل وشاف برين وهو بيهرب وراح وراه، وحصلت مطاردة على الطريق، بس بطارتنا طلعت ذكية وقدرت تطعن برين وهربت منه، وهو كمان هرب. وريد جه واحتضنها ولقاها، واول ما بو عرفت ان هو هرب قررت ان ما ينفعش تسيب الروح الشريرة دي، وقررت ان هي تطارده هي وبوني. وريد فضل مهتم بجيو طبعا بعد كل اللي شافته، وبنلاقي ان بوني وبو فعلا كانوا ورا برين وقدروا ان هم يلاقوه، وقدرت بو ان هي تطلع الروح الشريرة من برين، وكانت عايزة تقضي عليه. وبرين كان شايف كل ده وكان مندهش وعمال يفتكر ذكرياته الحلوة مع نام، ولما كان بيهتم بيها أول ما عرفها وقد إيه كان بيحبها، وفي نفس الوقت اكتشف الذكريات الشريرة ولما خبطها واللي قتله كمان. وافتكر كمان بوني لما كانت معجبة بيه وهو كمان كان معجب بيها، وكمان افتكر لما قتلها وعمال يعيط على حظه. والروح الشريرة دي دخلت فيه تاني عشان خاطر بو ما تقتلهاش، بس المرة دي واضح إن برين بيقاوم عشان بوني حست إن برين هو اللي مسيطر المرة دي، وبنتفاجئ إن برين انتحر عشان يقضي على الروح الشريرة وما يعملش زي ما عمل قبل كده. وأخيرا بوني بتودع بو، بتقول لها إن هي خلاص هتمشي، وبو عارفة وبتتمنى لها إن هي تركض في سلام، بس بو حزينة إن بوني هتسيبها خلاص، وبيحضنوا بعض وبيودعوا بعض. وفي نفس الوقت دي بتكون الثانوية بتاع بوني، وباباها راح على اسم الشرطة بعد ما جات له مكالمة، وبيدوله التليفون بتاعها وبيعرفوه إن هي اتقتلت ما انتحرتش، وإن اللي قتلها برين، وهو يا حرام مصدوم. وفي نفس الوقت كانت بوني راحة لباباها عشان تودعه، وسمعت الناس بيقفلوا المحل وبيقولوا ان هو تعب قدام اسم الشرطة واتنقل على المستشفى، وفي المستشفى كانت حالته خطيرة جدا، والدكتور بيقول لهم يجهزوا نفسهم لأي حاجة. وبوني راحت على هناك وبتعتذر لباباها، بس فجأة قلب باباها بيقف وروحه بتطلع من جسمه، بس بوني بتتكلم معاه ان الوقت بتاعه لسه ما جاش، ولازم يشوف جيوك وهو بيتجوز وهو عنده أطفال، ولما وقته يجي هما الاتنين هيكونوا سعداء مع بعض، وان هي هتستناه، وان لو في اكتر من حياة
الحياة كل مرة هتتمنى ان هي تكون بنته. واخيرا العم كاي صحي وبيقول لجيوك ان هو شاف بوني وان هي كان شكلها طبيعي في كل حاجة، وان هو حس ان الموضوع حقيقي جدا وكان مبسوط ان هو شافها. وبنشوف بوني وهي بتودع جيو، وجيو بتشكرها وبتتكلم عن قد ايه القدر جمعهم مع بعض، وان بوني عرفت هي ماتت ازاي، وجيو اتعلمت ان هي ما تعيش في خوف. وبوني بتنصحها ان هي طول ما هي قادرة ان هي تحب ريت تحبه على طول. وجيو سألتها لو مش عايزة تودع ريت، بس بوني ما كانتش عايزة، وجيو هي اللي مسكتها ودخلتها جواها وراحت لريت. وريت اول ما مسك ايديها عرف ان هي مش جيو من كتر ما هي ساقعة. وبوني قالت له ان هي بس استلفت جسم جيو عشان تودعه مش اكتر، وهو بيكون متوتر ومش عارف يقول ايه، بس بوني بتشكره عشان هي اللي حسيته معاه ما حسيتوش حتى وهي عايشة. وهو كمان بيشكرها عشان قدروا يعرفوا اللي حصل لنام بفضلها، وهو بيحضنها عشان يودعها. بس هي بتطلع من جسم جيو والاتنين بيشوفوها لما خلاص مشيت وما بقتش معانا بوني في المسلسل. وبعد فترة بنشوف جيو وهي بتقول لريت ان هي قررت تاخد كورس مدته 2 بس بره البلد، وريت بيقولها ان هو واثق فيها فهيسيبها تروح زي ما هي عايزة، مع انه مش مقتنع بالفكرة، ويجيب لها السلسلة بتاعتها ويفضل يعيط لانه هيفتقدها جدا. وبنشوف نيمو اللي بتكون بدأت تمشي وبتروح عشان تزور بارين، وبتكون جايبة البارين ورد، وبارين بيعتذر لها عشان في حاجات كتيرة هو مش فاكرها، بس هي بتقوله ان هي هتفضل معاه واحدة واحدة هيفتكر. وبيسألها اذا كان زوج جيد ليها وكان بيهتم بيها كويس ولا لا، وبيسألها كمان متجوزين بقالهم قد ايه، كان بتعرفه ان هم بقالهم 3 سنين متجوزين. وهو طبعا بيعتذر لها عشان مش فاكر اي حاجة، بس نيم بتعرفه ان هي لسه بتحبه حتى لو هو مش فاكر حاجة، ومن الواضح ان هي هتفضل معاه لحد ما يتحسن ويطلع من المستشفى. وبطلنا حزين وعمال يتفرج على صور بطلتنا عشان بقالها كذا شهر ما كلمتوش وفاكر ان هي نسيته. بس تاني يوم بنتفاجئ ان بطلتنا رجعت، بس هو ما كانش في المطعم ده لانه فتح فرع تاني، وسلمت على زمايلها وكانوا فرحانين برجعتها. وبعد كده راحت على بيت ابو بوني، ومن الواضح ان هو فرحان بيها وان هو شافها، وشكلها كده بقت بتهتم بيه وعلى صداقه معاه. بعد ما روح بوني اتكلت على الله، وبيطلع ان جيوك بقى شغال عند بطلنا. وبطلتنا بعد كده راحت على المطعم التاني بتاع البطل، وهناك كان واضح ان هو متضايق عشان هي بقالها كتير ما كلمتوش وفاكر ان هي سابته، بس هي بتفهمه ان الدراسة اخر كام شهر كانت صعبة وكانت خايفة ان هي تكلمه فتضعف لانه وحشها فترجع، وهو كأنه ما صدق وحضنها وخلاص سامحها وفرحان قوي برجعتها. وبعد كده رجعوا على البيت وبنفهم ان هي بقت عايشة معاه وبقوا سوا خلاص. وبكده يكون خلص مسلسلنا نهاية سعيدة بحتة. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لنا لو عايزين حاجة في الكومنتات. باي باي.